ليفربول ينتزع فوز صعب جدا على حساب اتلتيكو مدريد 3-2 في الوقت بدل ضايع عن طريق فان دايك، هدف من ركنية. وطبعا يعني اتلتيكو مدريد عملت ماتش قوي، وهدف التعادل الثاني كان عن طريق يورنتي سجل هدفين. الهدف الثاني كان جميل جدا، تسديدة ولا أروع. فهدف كان جميل، وطبعا صلاح عمل اسيست وسجل هدف، والماتش خلص 3-2. فنتيجة كويسة لليفربول، وأداء ليفربول اتحسن نسبيا على الماتشات اللي فاتت. بس الماتش كان تنافسي إلى حد كبير ما بين أتلتيكو مدريد وليفربول، فماتش كان قوي جدا. وليفربول خطفت أول 3 نقط حصدتهم في أول جولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. وعندنا بايرن ميونخ فاز على تشيلسي 3-1 في ماتش كان برضو تشيلسي كان ليها اتلغى لها هدف من أوفسايد، في ضربة جزاء ما اتحسبتش، وبايرن ميونخ فاز 3-1 على أليانز أرينا ملعبه. عندنا باريس سان جيرمان فازت برباعية أمطرت شباك أتلانتا 4-0. وطبعا في ظهور انريكي في المدرجات في الشوط الأولاني، كان بيتفرج من المدرجات. بتعمل إيه يا انريكي؟ إيه يا ابني ده؟ الله عليك يا انريكي، بتعمل إيه؟ كان بيعلق على الماتش تقريبا في الشوط الأولاني من فوق. يعني بيعمل حاجات جديدة، وهو أصلا مش أول ماتش يعمل الحاجة دي، كان بيلعب برضه في الدوري الفرنسي. كان الماتش اللي فات كان بيتفرج على الشوط الأولاني من المدرجات، بيتفرج على أداء اللعيبة تحركاتهم وكده. طبعا انتر ميلان حصد الفوز الأولاني ليه برضه على حساب أياكس أمستردام 2-0. فدي كانت الليلة التانية من دوري أبطال أوروبا. مستنين بقى بكرة برشلونة وباقي الفرق.